السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه الدنش الاقتصادي، وفعلا هو اقتصادي. مش هنستخدم فيه البيض ولا لبن ولا زبدة. طبعا الناس اللي ما بتحبش طعم البيض يظهر في الحاجة مش هنستخدمه النهاردة. هنعمل عجينة هشة وفي نفس الوقت مورقة، طعمه في منتهى الروعة. هيعجبكم جدا ان شاء الله، انا واثقة من كده. اكيد طبعا شايفين شكله بيتكلم لوحده. طريقتنا سهلة وبسيطة، وهحاول على قد ما اقدر ابسط الموضوع معاكم عشان خاطر الناس اللي بتزهق من اللفه الكتيره بتاعته دي. هنعملها احنا النهارده ان شاء الله بطريقه حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم جدا ان شاء الله، انا واثقه من كلامي. قبل اي حاجه هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين، وندخل مع بعض على بركه بسم الله نشوف الطريقه والمقادير، وطول الوقت طبعا تذكري اسم ربنا. اول حاجه هعملها هجيب كوبايه، هنزل فيها معلقه كبيره من السكر، عليها كيس خميره فوريه دريم، ده افضل نوع انا استخدمته، وعليهم نص كوبايه من الميه الدافيه. وهدوب كل الكلام ده مع بعض وكده عشان الخميره تبدا تتغذى على السكر وتتفاعل معاه، وهركنهم على جنب. هسيبهم كده. نجيب البوله بتاعتي فيها نص كيلو من الدقيق، طبعا منخول اكتر من مره، وده دقيق متعدد الاستخدام. هنزل عليهم كده بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعليهم رشة صغيرة من الملح. هقلب كل الكلام ده مع بعضه بالشكل ده. انا هنا عاملة عيارين، لكن انا بقول لكم عيار نص كيلو بالظبط. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخل، وعليها ادي الخميرة بتاعتي بعد ما انتفخت كده وعليت معايا كده، هي اشتغلت معايا صح. هنزل بيها كده على المكونات الجافة، وعليهم ربع كوباية من الزيت، وزيت يكون زيت كويس ريحته كويسة ونوع نضيف. هقلب كل المكونات كده بالشكل ده، وبعد كده هنزل معايا بكوبايه ونص من الميه الدافيه، وهبدا اقلب كده. الدقيق بتاعك ممكن يستخدم مثلا كوبايه ونص او ازيد، حاجه بسيطه على حسب النوع بتاعه ما بيتشرب. هبدا استخدم ايدي، هعجن كويس جدا جدا لحد ما تلاقي العجينه بدات تنضف شويه من الطبق. هبدا اكمل فيها على الرخامه. ما عجنتها كده هنزل بيها على الرخامه، يعني مجرد ما الاقيها بتلزق ما تفتكريش ان هي محتاجه دقيق، لا هي كده العجينه بتاعتي تمام، بس كتر العجن بتاعها هو اللي هيخلي العجينه في ايدك تستوي. بفضل اعجن فيها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هتبدا تلم نفسها بنفسها، وكل اللي على ايدي اللي ملزق ده هينزل فيها كده. العجينه بتاعتك تمام جدا جدا جدا. انا هنا عجنت فيها حوالي 10 دقايق، انا مرضتش اقطع المقطع ده عشان تشوفوا انا عجنت فيها قد ايه. اللي عنده عجان هيوفر عليه المجهود ده، بس انا بحب المس العجينه واحس بيها اكتر. شايفين العجينه بدات تستوي وتاخد كل التلزيقه اللي كانت في ايدي، نضفت نفسها بنفسها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بفضل رايحه فيها كده. انا هنا بنشط الجلوتين، فبالتالي العجينه بتاعتك او القرصه بتاعتك هتبقى طريه ان شاء الله وهتعجبك جدا. بعد كده هلفها لفه دائريه بالشكل ده، وهنزل بيها في البوله بتاعتي وهديها كام بوكس كده زي ما انتم شايفين كده. الطبق بتاعي نضف، يبقى العجينه معاكي زي الورد ان شاء الله يعني. هظبط شكلها وهغطيها وهسيبها لحد ما تخمر على حسب طبعا الجو بتاعك. شايفه العجينه ناعمه ازاي؟ هغطيها كده واسيبها لحد ما تخمر. انا هنا سبتها حوالي ساعه عشان الجو كان عندي برد شويه. انتي هتبصي عليها مثلا بعد نص ساعه، لو لقيتيها خمرت تبداي تشتغلي فيها على طول. انا هنا غطيتها كويس جدا جدا عشان الجو عندي برد. بعد ما عدى عليها حوالي ساعه كده عندي انا، هنزل الحركه دي انا بحبها قوي بالبوكس كده، واروح مهبطه كل الهواء اللي دخل فيها. برجع الم العجين كده بالشكل ده. انا ليه خرجت الهواء اللي فيها؟ عشان لسه هتخمر تاني، تبدا تنتفخ معايا من اول وجديد وتختمر من تاني. بعد كده جبت صينيه ورشيت عليها رشه من الدقيق، هبدا اكور كور بالشكل ده. هعمل منها حوالي 7 كور قد بعض. لو عندك ميزان حساس صغير ممكن تعملي الكوره يعني وزن 90 جرام مثلا، لكن بالويم كده او بالعين انا عملت نص كيلو 7 كرات ان شاء الله قد بعض. بصي انا دي التقطيعه بتاعتي، يا اما تعملها زي البقجه يا اما تتنيها كده وتضغطي من النص بتروح جايه طالعه. وشايفين الحرق اللي في ايدي دي اصابه عمل يعني من شغل الحاجات. ما علينا. المهم باقي العجين دي طريقه تانية، يا اما تقطعي زي ما انا قطعت كده بالشكل اللي شفتيه، يا اما تفرديها رول وبالسكينه وتقطعي بالطريقه دي. الطريقه دي او دي اللي يريحك. شايفين ما شاء الله عشان خمرت كويس واتعجنت كويس. شايفين المسام بتاعتها حلوه جدا جدا. هبدا اقسم دي. انا طفت لكم الفلاش عشان تشوفوا المسامات بتاعتها ظاهره وحلوه قوي نتيجه العجن كويس وان هي خمرت كويس برضو.
خلصت كده الكمية بتاعتي النص كيلو، عمل 7 كور. هغطيهم بفوطة وهبدأ اشتغل فيهم، يعني 5 دقايق بالظبط كده هسيبهم وبعدين اشتغل فيهم. هرش على الرخامة بتاعتي شوية دقيق وهبدأ بأول كورة هبططها تبطيطة كده وهبدأ افردها. هرش عليها شوية دقيق عشان ما تلزقش معايا في المردانة بتاعتي، وببدأ افرد الكورة بتاعتي كده، بس ما برقهاش، بخلي السمك بتاعها شوية تخين لانها لسه هتتفرد بعد كده. بحاول اخليها شكلها كويس، مدورة على قد ما بقدر. بص السمك بتاعها انا عايزاها كده بالظبط، مش عايزاها رقيقة، عايزاها تخينة شوية. هكمل بقية الكور بنفس الشكل، وبحاول على قد ما اقدر اخلي الدواير بتاعه ال7 كرات كلهم قد بعض، لان طبعا لسه هنحطهم فوق بعض، فمش عايزين حته تبقى زياده وحته لا. شايفين السمك ده بالظبط اللي انا عايزاه. كل ما اعمل كوره بفرد تحتها شويه دقيق ومن فوقها شويه دقيق عشان ما تلزقش معايا وتبقى سهله ولينه معايا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينه حلوه جدا جدا زي الملبن في ايدي، لانها اتعجنت كويس وارتاحت كمان كويس. هخلص باقي الكمية بنفس الشكل، وطبعا لما باجي اشتغل ببدأ بأول كورة انا قطعتها. خلصت كده معايا ال7 كرات عملتهم زي ما انتم شايفين كده. ببدأ ارش عليهم شوية دقيق واحطهم كده فوق بعض عشان ابدأ اعمل الخطوة اللي بعد كده. بعمل دي خطوة العجينة دي اسمها عجينة التوريق، بتبقى عبارة عن معلقتين كبار من السمنة، بحط عليهم معلقة مية سخنة، بضربهم كويس جدا جدا مع بعض مع معلقة صغيرة من الدقيق. بين كل رق والتاني بفرد طبقة كده من السمنة دي، بحط معلقة كبيرة كده مليانة وبدهنها كويس. انا لو كنت سبتها شوية كانت شدت، لكن انا استخدمتها يعني اشتغلت بيها على طول. احط الكورة او الدايرة وافرد طبقة من طبقة التوريق ولحد ما كملت الكمية كلها بالشكل ده. اخر طبقة مش هحط عليها، هرش بس عليها شوية دقيق كده بالشكل ده وهقلبها الناحية التانية بالطريقة دي. لو العجينة او السمنة بتاعتك مش خارجة زي عندي كده خلاص زي الفل اشتغلي فيها على طول، لكن انا عشان سايحة عندي شوية فدخلتها التلاجة حوالي ساعة. جمدت كده ومسكت بقت مع بعضها تمام، قفشت كده شوية. هبدأ اشتغل بيها بقى دلوقتي على طول. انا كده سبتها ساعة في التلاجة. بعد كده بتخرجيها بترشي دقيق على الرخامة وتبدأي تفردي بالشكل ده. برضو مش هنرقها قوي، برضو يدوب سمك كويس علشان لسه هتتقطع ولسه هترتاح تاني. بفردها كده على قد ما اقدر، حاجة بسيطة وتكون كويسة. بعد كده بدهنها برضو بالخليط اللي احنا عاملينه مع بعض اللي هو السمنة ده، وابدأ اطبقها زي الظرف كده، تانيتين الناحية دي والناحية دي، وبعدين ادهنها وبعدين اطبقها زي الظرف. هعمل التانية قدامكم. بعد ما فردتها بدهن وشها كويس جدا جدا من السمنة اللي احنا عملناها بتاعة التوريق، وبعد كده هطبق الجنب اليمين وكمان الجنب الشمال وهدهن تاني بالشكل ده كده. وبعد كده هبدأ بقى اعملها تطبيقة الظرف، هظبطها بس كده كده دهنتها كويس. واهم حاجة الدهن ده علشان خاطر هو ده اللي بيديك التوريقة اللي انت عايزاها. بعدين هتطبق من تحت كده وهجيب الراق اللي فوق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الخطوات دي مهمة جدا. هدهن الاول، انا بتعامل هنا معاها معاملة الجلاش، لازم ادهنها بين كل راق والتاني عشان تورق. كده اتطبقت معايا وبقت زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. دلوقتي هحطها في الفريزر لمدة ساعة وبعد كده هخرجها. انا هنا عاملة طبعا زي ما قلت لكم في الاول مقدارين. خرجت من الفريزر بعدها بساعة كده ورشيت دقيق وهبدأ افرد بقى، ودي اخر خطوة خالص. هفردها كده بالشكل ده وبعد كده هبدأ اساوي الاطراف بتاعتها، ومش هرمي الاطراف، هقولكوا هعمل بيها ايه. هركنها بس على جنب على ما اخلص خالص. معاكي بقى قطعة بيتزا قطعي بيها، ما عندكيش قطعي بالسكينة عادي. هنقطعها مربعات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده عشان نبدأ نشكل الدنش بتاعنا. اول واحدة هاخدها هعمل بيها الشكل الاولاني، وهو ان انا هاخد المربع ده وهفتح فتحة من الجنب وفتحة من تحت. الزوايا دي هعمل 4 فتحات ومش هوصل بيهم للنص، يعني هفتح لبره كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هاخد اول طرف في اول مثلث وهسيب اللي بعده، وهاجي في الطرف التاني وهسيب اللي بعده، اعمل واحد واسيب التاني لحد ما تبقى معايا زي المروحة الورق اللي كنا بنلعب بيها زمان بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. نعمل الشكل التاني، هعمل بس فتحتين في الطرفين قصاد بعض، وهقفل من الجنب اليمين على الجنب الشمال وهسيبها بتبقى بالشكل الحلو ده. طبعا لما ترتاح كمان هيبقى شكلها احلى.
نجيب كمان مرة ونعمل شكل تاني هوضحها لكم اكتر. ادي هفتح واحدة وهسيب الناحية التانية. انا مش عارفة اوصفها لكم، بس انتوا لو شايفينها ان شاء الله تعملوها زي ما انا عاملاها وهتطلع معاكم احلى من كده كمان. انا بضغط الاحراف اللي في النص دي عشان طبعا لسه هنكمل بيها تزيين. هعمل كمان واحدة بنفس الشكل ده، سهل وسريع وما بياخدش وقت، شكله حلو جدا. نعمل كمان واحدة زي المروحة، بفتح الاربع جوانب، ما بوصلش للاخر، بسيب اللي في النص ماسك بعضه بس بالسكينة، وببدأ اعمل طرف واسيب التاني، والطرف اللي بعده واسيب اللي بعده، واحد وواحد واحد واحد وهكذا. يا رب يكون الشرح واضح. هرص كل الحاجات اللي انا بعملها اول باول في صاج مدهون كويس جدا 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 بالزيت، عشان العجينة دي من النوع اللي بيلزق. كده بكمل بقى بقيه الاشكال. ليكي حريه الاختيار بقى، اعملي الاشكال اللي تعجبك، يعني اي شكل سريالي بيجي على بالك اعمليه. انا هنا ما اشترطتش بالشكل المحدد بتاع البريوش بتاع الدنش، لكن انا بقيت اعمل انا مع نفسي كده اللي انا عايزاه. دي انا هعملها كحكه كده زي الكحكه بتاعت اللي احنا بنلفها في الشعر دي، وهبرمها بالشكل ده، بيبقى شكلها شويه قريب للشريك. طيب هعمل واحده كمان نفس الكلام بالشكل ده، وهبدأ ألفها رول وهعملها مجدولة. يعني هاجي كده على واحدة، أنا عملت دي كده عادية زي الدرنش أو عفوا زي الشريك أو البريوش، وحطيتهم في الصاج كده بالشكل ده. الصاج لازم يكون مدهون بالزيت كويس زي ما قلت لكم، أو الصينية اللي انت بتستخدميها عموما يعني لازم تدهن بالزيت، حتى لو تحطي ورقة زبدة برضو ادهنيها بالزيت. ادي كل الأشكال اللي أنا عملتها معاكم، يا رب تكون واضحة وعجبتكم. دي بقى الكحك المجدول، عملته ازاي برضو بنفس الطريقة اللي لا عملت بقى الكحكتين اللي اولانيين. بصوا شكلها مختلف عن دي تماما. هعملها ازاي برضو بنفس الطريقة دي. كده كانت حتة عجينة فايضة عملتها زي الباتيه. هلف دي كده نفس الطريقة، بس هحاول يعني بعد ما ابرمها كده هبرم الحبل ده على قد ما اقدر عشان يديلي الشكل اللي انتوا شفتوه حلو قوي ما بتخمر بشكلها جميل قوي. العجينة دي تنفع تعملي منها الكرواسون، وينفع كمان تعملي منها الباتيهات وتحشيها الحشوات اللي تعجبك، سواء جبنة سواء مربى او حتى شوكولاتة. بعد كده هرصهم في الصاج زي ما قلت لكم مدهون كويس جدا بالزيت، وبجيب هنا معلقة مية عليها حوالي 4 معالق كبار من العسل الاسمر، بقلبهم مع بعض وببدأ ادهنها على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. الفرن بتاعي مسخن على درجة حرارة 200، وبدخلها الفرن. وهجهز الحاجة اللي هزوق بيها، معايا جوز هند مبشور، معايا كريز، وكمان المربى اللي انا هعمل بيها وش التلميع، عليها معلقة من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر عندك عسل جلوكوز ممكن تحطي معلقة شربات تقيل او معلقة عسل نحل، وتقلبيهم مع بعض بالشكل ده. وده الكريز بتاعي. كده دخلت الفرن بتاعي، بتقعد بالظبط حوالي ربع ساعة، وبعد كده بتقيدي الشواية عليها. اول ما بتخرج وهي سخنة ببدأ ادهن وشها بالمربى بالشكل ده، مربى تين، مربى مشمش، مربى فراولة. هي بتبقى طعمة قوي بمربى التين، ليه مزازة حلوة كده. بعد ما دهنت كل الدنش بتاعي كده بالشكل ده، بنزل عليه بالكريز، بحطه في المكان اللي انا كنت دايما بقفل فيه الاجزاء بتاعة العجين. شايفين ما شاء الله شكله بيظهر اكتر، طعمه خرافة خرافة خرافة، مع كوباية نسكافيه كده، كوباية شاي بلبن، حاجة تحفة. ترشي بقى على الوش جوز هند، الشكل اكتمل. دي كده بقت لوحة فنية معانا. يا رب يعجبكم ان شاء الله. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك لو اول مرة تشوفوا القناة، ويا ريت تدعونا دعوة حلوة بظهر الغيب ولكم بالمثل. هتجربوه، واثقة جدا ان هي هتعجبكم، والطريقة سهلة وبسيطة ممتعة ومسلية جدا جدا جدا. اذا عجبتك الوصفة ما تنسيش تجربيها وتكتب لنا في الكومنتات تحت. ده شكلها بعد ما خلصنا خالص، مورقة من جوه، حلوة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. طريقتها سهلة وبسيطة، مش مكلفة واقتصادية. لو حابة تلعبي انت ممكن تحطي في العجينة مثلا بيضاية، نص كوباية لبن، زي ما انت عايزة. كده خلصنا الوصفة بتاعتنا. يا رب تكون كانت سهلة وبسيطة عليكم. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. كنت معاكم سندس سعيد من قناتي على اليوتيوب سندس سعيد. سيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.